السلام عليكم واهلا بحضراتكم معايا في فيديو جديد على قناة سعيد رزق كورة. هنتكلم النهاردة على محمد صلاح، نجمنا الكبير واللي مش هيتعوض تاني واللي لازم ندعمه بكل الأحوال. الناس النضيفة اللي بتحب محمد صلاح. طبعا عندنا خلاص دلوقتي أرن سلوت اللي هو المدرب الهولندي وقع مع ليفربول، وكل الصحافة بتتكلم ان خلاص يعني هيتم اعلان عن العقد بتاعه رسمي بعد نهاية الموسم الحالي اللي هو خلاص كمان يعني أيام قليلة، وهيكون خليفة المدرب يورجن كلوب اللي خلاص رحيله بقى رسمي. يعني كنا متعشمين ان يحصل تغيير او يغير قراره، لكن خلاص الموضوع بقى رسمي. وطبعا يورجن كلوب من المدربين اللي عملوا انجاز تاريخي مع ليفربول، هيصعب مهمة اي مدرب هيجي بعد منه لو يعني ما ربنا ما وفقوش ومشي على نفس خطى يورجن كلوب بالفترة. لكن خلينا نتكلم على محمد صلاح نجمنا الكبير واللي مش هيتعوض زيه تاني، واللي مشرفنا واللي مشرف العالم العربي كله، وما ينفعش نقول غير الكلام ده. واللعيب الأسطورة التاريخي بالنسبة لليفربول والإنجازات الكتيرة جدا. ما ينفعش الناس في أي مشكلة يعني تحاول تمسك محمد صلاح ترند وتحاول ان يعني ايه تاخد شهر على حسابه او كده. بل بالعكس، المفروض ان احنا الامور اللي احنا مفخمينها او الناس اللي مفخماها او على الفاضي لا نحاول نديها في نصابها الحقيقي. يعني انا شايف المشكلة حاجة عادية جدا، لعيب كبير نازل في اخر 10 دقايق في الماتش، طبيعي انه يتنرفز او المدرب قال له كلمة نرفزيته. لكن حتى لو كان يورجن كلوب كمل مع النادي، انا متاكد ان محمد صلاح كان هيكمل في النادي والمشكله هتتحل، لان ال9 سنين العشره اللي بينهم وحب ودعم يورجن كلوب ليه مش هيضيع من كلمه او تنشنه. يعني خلي بالكم الموضوع مش بالسهوله دي. فاحنا النهارده عندنا ارن سلوت وقع 3 سنين مع النادي. وبخصوص محمد صلاح، انا بقول لكم ان محمد صلاح مكمل مع ليفربول ومش كلام فاضي، الكلام كله بمؤشرات. عندنا خلاص مايكل ادواردز المدير ليفربول الرياضي، وعندنا ارن سلوت المدرب الهولندي، وعندنا الفريق نفسه، وعندنا محمد صلاح. خلونا ناخد واحد واحد. ارن سلوت قال انا مشروعي الجديد هبنيه على محمد صلاح، وانا محتاج محمد صلاح يكون معايا في النادي، وانا مش عايز النادي يتخلى عنه. ده المدرب. مايكل ادواردز المدير ليفربول الرياضي قال احنا محتاجين محمد صلاح، وبرضه ده هو الوحيد اللي بيتكلم في ان لعيب يمشي او لعيب يكمل. هو دي قصته. يعني الموضوع بقى بتاع مايكل ادوارد. طيب بقى المدير الرياضي المدير الفني وفريق ليفربول نفسه مش عايز يفرط في محمد صلاح الموسم اللي جاي ده على الاقل، اللي هو نهاية عقد محمد صلاح. طيب عندنا محمد صلاح نفسه عاوز يكمل مسيرته في النادي، يعني مش عايز يمشي برضه. عايز يكمل تحطيم الارقام القياسية ويكمل مشوار نجاحه مع ليفربول وحبه للجماهير وارتباطه معاهم. فعندنا لما تبقى كل الناس بالنسبة للمدرب والمدير الرياضي واللعيب والنادي نفسه مش عايزين يفرطوا في محمد صلاح، فمنين الناس تطلع تقول ان خلاص صلاح هيمشي علشان مشكلة او مشادة بينه؟ جماعة الموضوع يعني مشكلة وبتعدي، ومش أول مرة تحصل تنشنة بين المدرب واللعيب ولا بين محمد صلاح نفسه ويورجن كلوب نفسه. حصل الكلام ده قبل كده كتير. فاحنا النهاردة قدامنا المؤشرات بتقول ان محمد صلاح فاضله في العقد بتاعه يلعب 2024-25 مع النادي بتاعه. الاختيار انا اعتقد ان لو في تغييرات هتبقى في نهاية موسم 25، لسبب لو صلاح فضل مكمل انجازات ونجم النادي وما حصلش مشاكل كبيره والكلام ده كله، بنسبه كبيره هيجدد عقده تاني مع ليفربول، وبنسبه كبيره النادي مش هيفرط. لان معلش جماهيريه النادي بتكسبه. يعني المشجعين لما يكونوا حابين النادي وحابين اللعيب وحابين الانجازات النادي بيكسب. فالموضوع برضو بيزنس. القرار التاني ان صلاح لو بقى يعني لا قدر الله مستواه نزل او ما بقاش بيأدي زي الاول، فطبيعي ان الفريق او النادي هيفكر ان انا اكسب من وراه، ابيعه بصفقة بيع كويسة، اكسب من وراه مبلغ كبير جدا، لان النهاية ده بيزنس. بس الكلام ده انا بقول انه مش دلوقتي، لسه بدري، ممكن يبقى لسه في نهاية موسم 2025. وانا اعتقد ان نجمنا ان شاء الله مكمل. محمد صلاح لسه مش كبير، ده 31 سنة، يعني لسه مكمل انجازات ويقدر يدي 4 5 سنين كمان. لكن نصيحتي اللي حصل بالظبط، وان هي مشكلة عادية مش مشكلة كبيرة. يعني نبص دلوقتي لانجازات محمد صلاح، يعني شوف كم حذاء ذهبي وكم وخد الكاس وخد الدوري وخد كاس العالم للأندية
ومعلش يعني كل الجوائز الفردية خدها محمد صلاح، وبتكرار مرة واتنين، واحسن لاعب افريقي مرتين. ده الفيديو اللي بيوضح اللي حصل بالظبط. محمد صلاح كان واقف على دكة الاحتياط على خط الدخول بتاع اللعب التبديل، وكان الكلام ده في الدقيقة حوالي 79، وطبعا كانوا متعادلين 2-2. فمحمد صلاح يعني كان شايف ان هو العشر دقايق اللي هينزلهم مش هيغيروا حاجة، وهو لاعب بينافس على هداف، فيعني كان مشحون شوية. طبعا هتشوفوا دلوقتي اللقطة بالظبط. يورجن كلوب هيروح يسلم على محمد صلاح. محمد صلاح في البداية ما كانش واخد باله ان المدرب جاي يسلم عليه، لكن لما بص ولقى المدرب مدد ايده سلم عليه. هتبان اللقطة دلوقتي، ثواني يعني. هنا يورجن كلوب راح بس محمد صلاح ما كانش شايفه، فالمدرب راح له مدد له ايده بيسلم عليه. محمد صلاح سلم عليه عادي. يورجن كلوب في اللقطه دي بيمد له ايده تاني، بيقول له يعني كنت عايز العناق اللي احنا بنعمله كل مره. فمحمد صلاح متنرفز يعني مشحون مع يعني عادي بيحصل. فيقال ان يورجن كلوب قال له يعني العب كراجل وريني بقى هتعمل ايه او الكلام ده كله عادي، يعني مشاحنه عاديه يعني. فالطبيعي اللي انا اتوقعه ان محمد صلاح رد عليه قال له يعني انت عايز نعمل ايه في العشر دقايق اللي هنزلهم؟ يعني اكيد مش هنزل اغير النتيجه في 10 دقايق. ده كل الموضوع ببساطه.